الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم وبحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واغفر اللهم لوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ومن له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. من مضيفة اخونا الشيخ احمد عبد الغني القاضي، جزاه الله خير، وسائر الاخوه الكرام الحضور، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. كما تعلمون وكما لا يخفى عليكم كلام الناس حاليا حول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الخلاف في شهر ميلاده أو في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف ما يفعله أهل البدعة وأهل التصوف من الضلال في احتفالهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد كل البعد عن ذلك. وأكثر الناس دعوة الاحتفال به أبعدهم عن سنته. يعني تسأله حافظ على سنة النبي، ملتحي، شاشة سيارة، ايش يعرف عن ما يعرف انه همه الرقص والبدع والخرافات. لكن ذلك لا يدعنا ننسى ان فعلا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا رحمة للمسلمين للعالمين. يعني حتى غير المسلمين رحمهم الله ببعثته صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان العذاب عام، يأتي عذاب على قوم نوح أهلكهم جميعا، الصاعقة أهلكتهم جميعا، الرجفة أهلكتهم جميعا. إنما عذاب الاستئصال قضي عليه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ميلاد النبي ربنا رحم العالمين من عذاب الاستئصال السابق الأمم السابقة، وأصبح عذابهم في الآخرة، حتى لو أشركوا كفروا بالله أخرهم الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة. وأبسط شيء يقدمه الإنسان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة ما أنت بتتجمل بها عن النبي، ولا أنت كده يعني شيء من لا عبادة تتعبد الله بها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي ووالدي وولده والناس أجمعين. وفي الرواية الثالثة: ومن نفسه التي بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال المهم: لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف عمر بن الخطاب من أكثر الصحابة وضوحا، ما عندوش شيء يمين وشمال، على طول، عشان كده سموه إيه؟ فاروق رضي الله عنه وارضاه. لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي والناس. لكن بين نفسي دي صعبة صراحة، يعني كونك تحب شخص أكثر من نفسك تدي لها ميزانية بروحها. فقال لي: يعني هذه يا رسول الله والله ما وصلت لها الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق. إيه؟ فالنبي قال: لا، لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي التي بين جنبيه. فعمر راح ورجع قال: والله أنت الآن أحب إليه من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر كم الإيمان. السؤال الثاني اللي يطرح نفسه: عمر لما اختل شوي، يعني هل عنده سر في قلبه حول جمال من النبي أحب إليه من نفسه؟ إيه السر اللي خلى عمر في لحظات قال له إنك طبعا ما يكذب، ما هي نافق النبي، لو كان نافق في المرة الأولى. إيه السر اللي خلى عمر في لحظة واحدة تحول فجأة وقال: والله وأقسم بالله أنت الآن أحب إليه من نفسي يا رسول الله؟ يقول إن عمر قال: فنظرت فإذا نفسي التي بين جنبي لولا رسول الله لكانت في النار. وأنت لولا النبي صلى الله عليه وسلم كنا اجتمعنا الجمعة دي؟ لا، كان زماننا حتة صلاة ونسجد ونركع. مين اللي جمعنا الجمعة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت والناس فوضى لا تهم لهم إلا على صنم قد هام في صنم. الناس أصنام تعبد أصنام. من الذي أنجاهم من هذه المصيبة؟ من الذي نجاهم من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم، مثل النبي ومثل نحن الأمة كلها، قال كمثل رجل استوقد نارا. واحد بدوي قاعد في الصحراء ولع النار، شب النار الفحم، شبت النار وتبعت النار.
قال فأقبلت الحشرات والفراشات يقعن فيها. لما تكون في الصحراء جو ظلام ولع نار، ايش اللي بيصير؟ الحشرات كلها تيجي على النار، سبحان الله، تيجي تستدفى تحترق، تيجي بالذات الفراش بيحترق في النار دائما. قال كمثل رجل استوقد نارا فأقبلت الفراش والجناب يقعن فيها، قال وهو يذبهن عن النار ويمنحهم من دخول النار. يقول عن نفسه، يقول وأنا آخذ بحجزكم. إيش معنى الحجز؟ اللي هي يعني السروال دي ماسك النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الخلف، ماسكنا من الخلف. يقول وأنا آخذ بحجزكم من النار، يقول أنتم رايحين النار وأنا ماسك فيكم من الخلف أمنعكم من دخول النار. قال تتفلتون مني تقتحمون فيها، يعني هو يشد النبي والعاصي بيشد على روح النار. انت متخيل المثال اللي ضربه النبي عليه الصلاه والسلام، انه هو ماسك في الناس من ثيابهم من الخلف، ماسك فيهم عشان ينقذهم من النار وهم مصممين يقعوا في النار. قال تتفلتون مني تقتحمون فيها. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. وشيء اخير برضه فعلا يجعل تحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسك. النبي أوذي كثير جدا في حياته، أوذي إيذاء شديد جدا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستطيع بدعوة واحدة أنه يهلك الكفار والمشركين. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يذل إلا فاجرا كفار. قال أغرق ابن الأرض بدعوة نوح عليه السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال لكل نبي دعوة، كل نبي له دعوة مستجابة. قال فما من نبي إلا استعجلها لنفسه، يعني أنقذ نفسه. قال أما إني ادخرت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة. نعم صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن تسمع في هذا المجال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم حينما بكى يوما من الأيام، فتذكر قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام. إيش قال إبراهيم عليه السلام يا شيخ محمد؟ عليه السلام قال ربي إني رب اغفر لي ولوالدي. لا قال تذكر دعوة عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتذكر دعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا. لا ربنا تقبل منا. دعوة إبراهيم عليه السلام. فتذكر آل إبراهيم عليه السلام. قال فبكى، فبعث الله إليه جبريل عليه السلام وهو أعلم، فقال سله ما يبكيك. قال أبكي شفقة على أمتي. تخيل النبي يبكي شفقة. بعض أمة الآن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وما يحترمون سنته ولا يوقرونه. الذي أطمع أن يغفر لي. لا مش فالشاهد قال أبكي شفقة على أمتي. فقال الله سبحانه وتعالى يا جبريل ارجع إلى محمد وأخبره أننا سنرضيه في أمته ولا نخزيه. وهذه من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله واتباع سنته، وألا تمل من الصلاة والسلام عليه كلما سمعته، فإنها بها ترفع 10 درجات ويرفع عنك 10 خطيات ويصلي الله عليك 10 صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير مولانا. بارك الله في الشيخ أحمد. جزاك الله خير. جزاك مولانا ربنا ينفع بك يا رب. جزاك الله خير. وسلم وبارك على سيدنا بارك الله فيكم.